نيجي بقى للسؤال المهم، ايه هي لغة الجسد؟ عمالة تحكي لنا عن اعظم ممثل صامت في التاريخ، وتقول لنا عن الفيلم اللي اخد جوائز اوسكار. ايه هي لغة الجسد اللي انت عايزة تقولي عليها؟ لو انت ما شفتش الاجزاء اللي انا بتكلم عليها دي، ارجع للريلز اللي فاتت هتلاقيها. انا دلوقتي هقولك ايه هي لغة الجسد. هي الشعور اللي انت بتحسه وقت الموقف، جسمك بيتصرف وبيعمل حركات بناء على الشعور اللي انت حاسس بيه ده. الله، يعني انا ممكن يبان المشاعر بتاعتي الحقيقية من لغة جسدي؟ ايوه. طب هي لغة الجسد دي حاجة ارادية؟ يعني مثلا انا بقرر انا عايز اقول ايه وما اقولش ايه. هل لغة جسدي كمان كده؟ لغة الجسد قوتها ان هي لا ارادية. طب انت ازاي بتقولي ان هي لا ارادية وبرضو بتقولي انك هتعلمينا ازاي نتحكم فيها؟ في جزء كبير جدا من لغة الجسد نقدر ان احنا نتحكم فيه، ولكن النسبة اللي انت تقدر تتحكم فيها مختلفة عن النسبة اللي انا اقدر اتحكم فيها، مختلفة عن النسبة اللي هي تقدر تتحكم فيها. طب ايه اللي بيفرقنا عن بعض؟ بيفرقنا عن بعض الذكاء الاجتماعي، سرعة البديهة، الثبات الانفعالي، قدرة كل واحد فينا ومهاراته والسكيلز بتاعته المختلفة. فمعنى كده انه انا ممكن اقدر اتحكم في لغة جسدي مثلا بنسبة 40%، لكن انت تقدر تتحكم في لغة جسدك بنسبة 70%، وهي تقدر تتحكم في لغة جسدها بنسبة 90%. فهي مختلفة من شخص للتاني. طب هل ليها اهمية؟ اه طبعا هي مهمة جدا. طبعا ألبرت العالم قال لنا انه هي بتعتمد بنسب مئويه معينه، عشان كده باكد عليك ترجع تشوف الريلز القديمه. قال لنا هي بتعتمد بنسب عاليه جدا، ولكن اهميتها اول حاجه بتوضح التضاد. زي مثلا ما تسال واحد صاحبك انت عامل ايه، فيقول لك الحمد لله. هل هو الحمد لله فعلا لغه جسده بتقول ان هو الحمد لله فعلا، ولا لغه جسده بتقول ان هو وراه مشكله، تعبان، في حوار، في حاجه؟ الحاجة التانية لغة الجسد بتعملها انها بتستبدل الكلام. ساعات مش بنحتاج ان احنا نتكلم، زي كده اشهر علامة في الافلام الانجليش I see you، عيني عليك، انا مركز معاك اوي الفترة الجاية، بس محتاجش ان هو يقولها. الاهمية كمان التالتة اللي موجودة فيها انها ده بقى تكرار المعنى. انت لازم تسلم الحاجات اللي قلتلك عليها النهاردة. ايدي هنا وصباعي المرفوع ده بيعمل علامة تحذيرية انه لازم يسلم. قرر المعنى بتاع الكلام والجملة اللي انا قلتها، جسمي قررها بعلامة صباعي انه لازم يسلم. رابع حاجة ان هو بيعمل تكامل لمعنى الكلام. بمعنى اصح، انت لو ما سلمتش الكلام اللي انا قلت عليه النهاردة، انت عارف حصل تكامل للمعنى. تكامل فيما معناه ان هيحصل بعض افعال غير محببه او بعض نتائج غير محببه عليك، ولكن ما احتجتش ان انا اقولها، قلتها بلغه جسدي. انت عارف بطريقه تحذيريه عملت تكامل للمعنى اللي انا عايزه اقوله. الحاجه الاخيره بقى اللي لغه الجسد بتعملها انها بتعمل تاكيد للمعنى. زي بالظبط كده لما تسالي صاحبتك ها حاسه ايه النهارده، تقولك متحمسه، انا متحمسه جدا. لغه جسدها وضحت مشاعرها مع الكلام اللي هي بتقوله واكدته ان هي حاسه انها متحمسه جدا. طيب هنيجي هنا للنقطه الاخطر. ماذا لو قريت لغه جسد وتصرفت على اساسها، ولكن بعد ما اتصرفت اكتشفت انها غلط؟ هيكون عملتي حاجة صعبة جدا، عملتي خطأ مركب. اول حاجة انك قريتي لغة الجسد غلط، تاني حاجة انك اتصرفتي غلط، يعني عملتي خطأ مركب. فانا موجودة هنا وهنزل سيريز كتيرة الفترة الجاية عن ازاي نقرا صح وازاي نتحكم في القدر الممكن ان احنا نقدر نتحكم فيه في لغة جسدنا. انا مارينا ظريف وانتوا هنا في نقطة تحول. ما تنسوش تعملوا فولو وشير وتشاركوا طبعا الكلام ده مع اصدقائكم، ولو ان انا عارفة ان معظم الكلام ده معظمنا مش هنحب نشاركه مع حد. اشوفكم على خير.